طيب انا يبدو ان الحلقه النهارده يعني هبقى فيها اتفق. يعني فيها اعتراض كثير يعني. واولى الاعتراضات ان القلم فاضي، فيعني ده القلم ايه؟ فاضي. دي المره الثانيه وهضطر اخد قلم الدكتور عبد الحليم بس كده زي كل مره. بس خد بالك هتاخد قلمه وهتقول كلامه. لا القلم اهو قول الكلام. طيب في بدايه بالنسبه للموضوع، احنا يمكن اتكلمنا كتير في موضوع قطر ده، وده موضوع ما فيش خلاف عليه. احنا بنرفض اي تدخل قطري او خلاف غير قطري في السياسه المصريه تحت اي حال من الاحوال. ومش هذه الدويلات او هذه الامارات اللي هتيجي النهارده يعني تتكلم في سياسه وهي اصلا ملك عضوض وعروش اصلا بتورث، وبالتالي فكره كلامهم عن الديمقراطيه اصلا فكره غير وارده، ويعني محدش والساذج اللي ممكن يصدقها. لكن زي ما احنا بالظبط بنرفض تدخل قطر، بنرفض تدخل تركيا في السياسه المصريه، ولو ان تركيا حاله مختلفه شويه انها ديمقراطيه، بس في الاخر برضه احنا بنرفض هذا التدخل على الاطلاق. بنرفض برضه يعني في شكل ديمقراطي على الاقل في تداول السلطه مثلا يعني. لكن بالتاكيد كمان بنرفض التدخل الاماراتي والسعودي في الشان المصري حتى لو كان غير معلن. قد يكون القطر تتدخل في الشأن المصري من خلال قناتها الشهيرة ومن خلال حتى بياناتها الرسمية، لكن أنا شايف إنه التدخل الغير رسمي والتدخل اللي من تحت الترابيزة والتدخل اللي بيتدخل حتى لفكرة مين يترشح ومين ما يترشحش في الشأن المصري سواء كان من الإمارات أو من دول أخرى، أعتقد إنه ده أصل أيضا برضو غير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف. كما إننا نرفض بالتأكيد قبل ده كله أي تدخل أمريكي في الشؤون المصرية تحت أي مسمى وتحت أي شكل وتحت أي وضع. ده بشكل مطلق. الحاجة الثانية المهمة يا أستاذ تامر، قطر في حاجتين: فلوس كويس، والناحية الثانية الإعلام. أنا أعتقد إنه قد يكون الفلوس كويس إحنا يعني عاجزين شوية عن مواجهتها، وقد يكون لنا مبرر، لكن عاجزين عن مواجهة الإعلام هو فشل نتحمل أسبابه كلها بشكل مطلق. إحنا ما عندناش إعلام قادر ينقل صورة متوازنة وصورة حقيقية يستطيع من خلال المشاهد أن لا يلجأ للقنوات الأخرى والأبواق الأخرى. إحنا دلوقتي بالظبط حضرتك لما بتفتح الجزيرة ولا أستاذ عبد الحليم ولا أنا حتى بنفتح الجزيرة ليه؟ لأن إحنا نريد أن نرى الجانب الآخر بيقول إيه؟ إيه الطرف الثاني بيقول إيه؟ إحنا محتاجين نفتح قنواتنا للأصوات دي ونقعد نتناقش ونفندها ونبتدي نعترض على هذه الأصوات ونبتدي نحسس المشاهد أن هؤلاء الذين يتكلمون خارج مصر ليس لديهم الحجة المقنعة وليس لديهم الأسباب المقنعة من خلال الحوار البناء. لكن فكرة أن أنا شايف التلفزيون المصري كله اتجاه واحد وكله تحريض بشكل محدد وواضح في اتجاه واحد وأصوات يعني أنا شفت امبارح واحد اللي هو طلع على التلفزيون بيقول ما فيش أم تعيط على ابنها بعد كده، يعني احنا هنجيب رقبتكم كلكم. مستوى منحط من الكلام ومستوى رديء من الكلام، وفي قنوات تحولت يعني لانها عباره عن ابواق للنظام بتحلل اي حاجه النظام بيقول. امبارح كنت بتفرج على ردود الافعال على قرار المستشار عدلي منصور بتاع السماح بموضوع عدم التصويت في غير الاماكن. انا مش شايف يعني الناس قاعده بتنظر لكلام يعني لا يصح. الرجل تدخل بشكل واضح في اعمال اللجنه العليا للانتخابات واصدر قانون اعتقد انه معيب، وهذا ثالث قانون يصدره وهو قاضي، ورغم ذلك كل الناس بتسقف وتقول اصل مش عارفه شويه بقى الشعارات الرنانه، اصل الاراده المصريه والصندوق والشعب اللي هيحمي صندوق، وفي حاجه اسمها ضوابط وفي حاجه اسمها قانون. طيب. وفي حاجه اسمها عدم تدخل في السلطه. بس هذا يعني مش عايزه لا هذا يدخل في اطار راي الاستاذ احمد طبعا. عشان احنا عشنا امبارح فبس هو ضيوف الكرام كان لهم اراء اخرى. وعلى فكره بالمناسبه انا شايف انه هذا القرار بشكل واضح جدا بيدفع الجادين في المشاركه في العمليه الانتخابيه نحو رؤيه هذه العمليه على انها عمليه هزليه، لانه ليس هناك اي هذا رايك ما تفتحش فيه بقى. لا ما انا مش هقدر اخد دوره ثانيه. خلاص هختار ان ديت مثلا ملحوظه يا استاذ احمد، لكن هل دي تستدعي المقاطعه مثلا؟ لا طبعا يعني لا حضرتك النهارده انت بتقول في لا دقيقه واحده بس يعني حتى لو هي انتهاء ما هي المشكله في كده. انا رايح الصندوق لاني واثق في قرار الناس وان الشعب سيد قراره. ما تجيش انت بقى تشوه لي وما يبقاش عندنا مشكله في الشكل بتاع اللجنه وكمان عندنا مشكله في الموضوع. استاذ احمد انا هرجع للنقطه انت قلت رايك لان بقول لك لا يمكن لاحد ان يزور اي انتخابات او استفتاءات من تاريخ 25 يناير. لا بس نقدر نعمل حشد وهذا الشكل نفسه متكرر في 19 هي المشكله فين؟ هي المشكله يا استاذ عبد الحليم بشكل واضح انه لا احد يستطيع ان لا استاذ عبد الحليم يا ساده هو مشكله الاستاذ احمد اللي بيتفرج على الحلقات اللي بيجيب عنها فبيرجع يكمل اللي فاتوا. انا ارجع بقى قطر عشان نقفل الموضوع. اخر حاجه بقى انا بالنسبه للشان القطري اتكلمت، بس انا بتكلم على كلام استاذ شريف وعايز اشوف الوجه الاخر يعني الناحيه الاخرى. يعني
احنا قايلين من الاول انه بالنسبه لموضوع العنف ان العنف لا يولد الا عنف، وانه صحيح السلطه هي الوحيده التي تحتكر استخدام العنف، ولكنها لانها تستطيع ان ترشده وليس تستخدمه على المطلق. كويس. اذا ما كانتش قادره ترشد هذا العنف فانها ستولد عنف مضاد. ولازم نبقى واخدين بالنا انه منحنى العنف بيزيد، وان الاخوان ابتدوا او المتظاهرين في الشارع اللي هم من اخوان وتيارات اخرى ابتدوا يزداد وتيره العنف عندما تم زياده العنف تجاههم. ده مش مبرر، بس اللي انا عايز اقوله ايه؟ لا انا بحلل يا استاذ. لا يا بلاش الكلام الفكري بس. لا ثانيه واحده، هو قال صح. حضرتك النهارده يا استاذ احمد ثانيه واحده يا استاذ احمد، امتى الاخوان ثانيه واحده، هو بيحلل فعلا، هو بيحلل لهم العنف. لا هي كده. بص انا عموما ما بخافش من الارهاب الفكري ولا بخاف من البوكسات اللي بره ولا اللي جوه. انت كمان هتتهمني من الارهاب الفكري؟ احنا بنقول له بنحلل لهم، انا بتكلم بشكل واضح ومحدد. الدوله لابد ان ترشد استخدام العنف حتى لا يكون هناك رد فعل. وانا بقول على فكره بالمناسبه لازم يا جماعه احنا لازم يعني نبقى شايفين ابعد من ما احنا واقفين، ولازم نبقى احنا خايفين على اللي جاي اسوأ. لو استمرينا بهذا النهج اللي جاي اسوأ. طيب. فانا يمكن يكون انا مذكر، يمكن بقول النهارده خلونا ناخد بالنا من استاذ سعد، في عنف مفرط من الدوله، مدان ولا مش مدان؟ طبعا في عنف من الاخوان دلوقتي مدان. الحمد لله. مفيش فيه كلام يا استاذ، دي مسلمات يا استاذ. خلاص يبقى الكلام لازم يبقى واضح بنفس الدرجه. هو واضح بالظبط. بنفس الدرجه. لا اصل حضراتكم بتوضحوا 3 وجهات نظر بتوضح، فبالتالي لابد ان انا اخد. لا يا استاذ، هي الفكره فين؟ ايوه اللي هو ايه؟ عشان مصر قويه قالت نفس الموقف اللي انت قلته ده، فانت لما تقوله في موضوع الاخوان؟ لا في موضوع الثاني، موضوع التصويت. لا يعني اعتقد انه برضه يا استاذ سعد ممكن حضرتك يعني تستدرك وتتكلم في موضوع قبل كده لو انت شايفه. لا مش دي النقطه، استاذ سعد هي النقطه فين؟ استاذ سعد عاوز يتكلم تاني في الموضوع. يتكلم مفيش مشكله. مبرر. لا مش دي النقطه، هي النقطه بس علشان نقفل الكلام في الموضوع